السلام عليكم اخوتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض لقمة القاضي او الزلابية بطريقة جديدة، بمكونات بسيطة. كل اللي انت هتحتاجيه كوبايتين دقيق وكوباية نشا. يلا بينا نعمل الخطوات مع بعض. هتجيبي معلقتين سكر ومعلقة خميرة، هتحطيهم في كوباية او في بولة، هتحطي عليهم معلقتين دقيق وكوباية مية دافية وهتقلبيهم كويس جدا. انا كنت عامله معاكم قبل كده على القناه زلابيا، بس كنت حاطه كاستر في العجينه، ففي ناس طلبت مني العجينه العاديه. في ناس ما بتحبش الكاستر، هو بصراحه بيخليها مقرمشه وجميله، بس دي طريقه تانية برضو بتبقى مقرمشه. امشي الخطوات مظبوطه هتطلع معاكي كويس. بعد ما تدوبي الخميره بتاعتك والدقيق هتسيبيها 5 دقايق بالظبط. بعد كده هتجيبي الدقيق تحطي عليه كوبايه النشا بتاعتك وذره ملح، وبعدين تكون الخميره جاهزه. هتبداي بقى تضيفيها. الخطوه دي انت بتختبري بيها الخميره وبتنشطيها علشان لما تحطيها على الدقيق تتفاعل معاكي وتبقى كويس. لو لقيتيها بايظه او مش نشطه معاكي تعملي يعني بدلها قبل ما تحطيها على الدقيق. قلبي بقى العجينه بالراحه وتحطي ميه دافيه عشان الخميره ما تبوظش. ميه دافيه، ولا هي سخنه مغليه ولا ميه من الحنفيه، يعني هتدفيها حاجه بسيطه. زودي بقى كمية المية شوية بشوية معاكي علشان العجينة يبقى قوامها مظبوط. طب لو انتي بتضيفي المية وزادت منك ما فيش مشكلة، ابقي زودي معلقتين دقيق واربطي بيها العجين بتاعك تاني. قلبيها بس كويس. طبعا النشا بتخليها تقيلة، فاحنا هنشيل المعلقة خالص وتبدأي بايدك بقى حتى كمان عشان تقدري تحددي قوام العجينة مظبوط ولا لا. قلبي العجين بتاعك كويس. خلي بالك ما يكونش فيه تكتلات من الدقيق ولا اي حاجة، تبقى ناعمة ومظبوط. زي ما بقولك، لو العجينة سالت منك او المية جت زيادة حطي معلقتين دقيق وقلبيهم تاني. اضربي العجينة كويس وقلبيها كويس علشان لما تسيبيها فترة تخمر تطلع معاكي مظبوط. خلاص كده العجينة بتاعتنا خلصت. هتجيب بقى بلاستيك رول او طبق او اي حاجة او فوطة او اي حاجة هتغطيها بيها، وهتسيبيها عندك مثلا ربع ساعة او نص ساعة على حسب درجة الحرارة بتاعة الجو. هتبصي عليها بعد كده انت هتلاقي حجمها زاد، بقت الضعف، هتعرفي ان هي جاهزة معاكي. دي بعد ما سبتها حوالي تلت ساعة او نص ساعة بقت بالمنظر ده. طبعا هتجيبي معلقة تفرغي منها الهواء. بصي ما شاء الله المقدار بقى اكتر من الضعف كمان. لو ما عملتش معاكي كده اعرفي ان هي مش مظبوطة، العجينة بتاعتها فيها غلط. فرغي بقى الهواء من العجين. عايزه تقطعيها بايدك ماشي، عايزه تعمليها بكيس حلواني ماشي. ما عندكيش ده ولا ده، هتجيبي كيس تلاجة وهقولك هنعمل فيه ايه. احنا جبنا كيس تلاجة، هتحطيه في كوبايه او دورق وهتعمليه من الحرف بتاعها كده عشان تعرفي تفضي العجين بتاعك. ابدأي بقى فضي من العجين بتاعك. طبعا انا باخد شويه شويه بس اوريكي بفضيه ازاي، لكن لو انتي ما بتصوريش ولا حاجه امسكي الطبق وفضي. هتفضي مقدار، لو انت عامله كوبايتين بالظبط هتفضيه في كيس واحد، لو انت مزوده المقدار وعامله الضعف هتعمليه في كيسين. اعملي كيس الاول ولما تخلصيه قلبي العجينه تاني، طلعي منها الهواء وبعدين حطيها في كيس تاني. خلاص كده انا فضيت المقدار كله. هتمسكي بقى الكيس بتاعك تطلعي برضو الهواء اللي فيه وتربطيه. لو كيس حلواني من بتاع الكريمة هيبقى برضو نفس الطريقة كده. هتحطي فيه العجينة بتاعتك وهتبداي تشتغلي بيه. هنبدأ بقى نقص طرف من الكيس، حاجة صغيرة خالص عشان نعرف نشتغل بيها. هتجيبي لو عندك معلقة مكيال زي دي هتجيبي اصغر معلقة وشوية زيت في طبق. طبعا هتدهني المعلقة بالزيت وهتقصي طرف صغير من كيس اللي انت حاطة فيه العجينة، طرف صغير خالص عشان تعرفي تشتغلي بيه.
خلاص امسكي بقى الكيس كده كويس عشان تعرفي تعملي بيه. عايزه تعملي بالمعلقه وعندك هتعملي زي ما انا بعمل كده، هتقطعي منها كده وهتفضيها، وبين كل مره والتانية هتبداي تدهنيها زيت تاني علشان العجينه ما تلزقش فيها. طبعا الزيت دوت هيبقى سخن، لكن انتي موطيه النار بتاعته على ما تقطعي العجينه بتاعتك زي ما انت عايزه. حاسه ان الطريقه دي هتاخد معاكي وقت ومش عارفه تتملكي منها او مش عارفه تقطعيها في المعلقه، على طول هتجيبي المقص وتشتغلي بيه. انا حبيت اوريك الطريقتين عشان تبقى باينه قدامك. ما عندكيش المعلقه ممكن تعملي بمعلقه من بتوع الشاي، بس يعني مش هتطلع معاكي مدوره زي دي. طبعا يا جماعه موطيين الزيت، النار على الزيت عشان ما على ما نقطع بقيه العجينه بتاعتنا. ما تمليش الحله كلها او الطاسه كلها، سيبي فراغ علشان لما تكبر معاكي تنفش يبقى لسه ليها مكان. طبعا بالمقص هتعملي كده، مقص اسهل واسرع، بسرعه بتخلصي. وبرده المقص بتاعك تدهنيه زيت علشان وانتي بتقطعي العجينه ما يلزقش فيه، هتنفش معاكي، هتبقى بالمنظر ده. طبعا انتي مش هتقليها كلها تحمر خالص، انتي بس اللون بتاعها هيصفر شويه، هتبداي تشيليها في طبق وتسيبيها تبرد براحتها خالص، وتبقي تعملي لها خطوه تانية هقولك هتعملي فيها ايه. بصي اللون ده كده يعني يا دوبك، اما مش هتستنيها تحمر. في الخطوات دي انت مجهزه جنبك الشربات بتاعك. الشربات كوبايتين سكر، عليهم كوبايه ونص ميه، عليهم نص ليمونه. لو عندك عسل جلوكوز او عسل بطاطس مش هتحطي ليمون، وهتحطي عليه معلقتين عسل بطاطس مع جلوكوز مع السكر والميه. هتستني لما السكر يبوش الاول وبعد كده هتحطي معلقتين العسل. مش متاح عندك العسل او مش جنبك، هتعصري نص ليمونه وتسيبيها ربع ساعه على النار، وبعد كده تطفي عليها وتحطي عليها شعره فانيليا. انتي شلتي بقى الرصه دي، اعملي بقى واحده كمان وهتعملي نفس الكميه يعني بالطريقه دي لغايه ما تخلصي. طبعا المقص اسرع من المعلقه، بس في ناس ما بتعرفش ايه تشتغل بيه، فانا وريتك الطريقتين اللي المناسبه ليكي او السهل عليكي اعملي بيها. لو عايزه الحجم اصغر من كده قللي الفتحه بتاعه الكيس وانتي بتفتحيه من فوق. بين الرصه والتانية هتوطي النار على الزيت عشان يهدى معاكي لغايه لما تقطعي، بعد كده تعمليه على نار وسط. نفس الطريقه اللي عملنا بيها قبل كده هتعملي دي كمان، هتصفر معاكي وبعد كده هتشيليها. بصي هي بتبدأ تتكور مع نفسها، بتنفش، ولو العجينة ناجحة معاكي من البداية بتطلع مظبوطة. هتخلصيها برضو وتطلعيه. بعد ما تخلصي الكمية بتاعتك كلها هتحطيها في سيرفيس او طبق واسع وتسيبيها تبرد. طب انتي بقى عايزة تجهزيها مثلا علشان تاكليها او كده، هتجيبي نفس الزيت اللي كنتي بتحمري فيه وهتحطي بقى تجهزي الشربات جنبك. هتبداي بقى تحطي كور لقمة القاضي في الزيت تاني. طبعا هي بردت والزيت بتاعنا كان برد، احنا ولعنا عليه يعني ايه يسخن شوية معانا على نار هادية، وهتبدأي تقلبيها واحدة واحدة. الشربات بتاعنا بارد وبيكون القوام بتاعه بالمنظر ده. هتقعدي بقى تقلبي فيها وعلى نار هادية عشان تقرمش معاكي وتبقى مستوية ومظبوطة. ممكن تعملي المقدار كله اول مرة وتاني مرة، كل طبق عايزة تعمليه طازة بطازة او مثلا عايزة تعمليه سخن تروحي قليه بالمنظر ده وحطاه في الشربات ومقدماه على طول. والمقدار اللي انت عملتيه ممكن تحطيه في التلاجة يقعد يومين 3 معاكي ما يجرالوش اي حاجة. خلاص احمرت معانا بالمنظر ده، هنشيلها بقى نحطها في الشربات.
هتعملي المقدار اللي انت عايزاه بنفس الطريقه. اهم حاجه تبقى النار هاديه عليها علشان تقرمش معاكي وتطلع مظبوط، وتقلبيها كلها في الشربات عشان تطلع معاكي مقرمشه من بره وطريه من جوه، بتكون بالمنظر ده. بالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.